بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز فريش 5 شعلة، ناره ضعيفة من فوق، فالناس بتشتكي من النار الضعيفة. يعني في نار يعني شبه مظبوطة ونار ضعيفة خالص، فاحنا هنظبطه ال5 طبعا مع تنظيف الفواني دي اللي أهم حاجة. وهتشوفوا دلوقتي اللي أنا بحل الفونيا واشوف اللي هيطلع من فوق، لأن مش هينفع اللي أنا أسلك من فوق كده، ما أنا زقيت الوساخة وأنا بسلك من فوق، زقيت الوساخة تحت لكن ما طلعتش السده، ما طلعتش السده كده تحت الفونيا. ادي الفونيا اهيت، 1 2 اهيت، 3 4 ادي 5 فواني. هنجيب طبعا الببه السبعه او الماسوره السبعه او اللقمه السبعه، اي مسمى يعني. طبعا انا عامل مفك كده عشان يريحني، غير الراجل التاني بيبقى عامل، هي بتبقى في عده بتبقى عامله شبه حرف التي او حرف ال حل بيها الفواني، بيبقى مفك كده بيعملها. لا انا جايب بيبه وادي الفونيا اهي، ادي العين. لازم بقى افتح الغاز، لازم بص اللي طالع بقى ده اهم حاجه في الشغل، دي اهم حاجه طلع في الشغل. افتح الغاز كده عشان لو في حاجه في الماسوره تطلع معايا. ده كده دي ما طلعتش حاجه. هنشوف الصغيره بقى، لان الصغيره الكوبايه بتاعتها صغيره بتلم رواسب ياما. انا بقوم كده مواسير الفواني كلها اهي، واجي اطلع واحده واحده. بنحل اهو الصغيره جامده شويه بس هي حلت الحمد لله. ولو لقيت الفونيا جامده اهو ما تتعفاش عليها لان ممكن تتقطع. انا بجس بايدي كده بحس، لو جامده تحل معايا هتحل، جامده خلاص على قوه ايدي، لو جامده هتتقطع معايا اسيبها بدل ما اوقف العين. لو واطيه شويه وكل شويه تتسد ونسلكها احسن ما يبقى نلغيها، لان ده عشان تغير الكوبايه. بص طالعه ايه بقى، بص تحت الفونيا قد ايه. دي ما كانتش شغاله، تشتغل ازاي والوساخه دي كلها تحتها؟ ما تشتغلش، تشتغل ضعيفه جدا. هنقول لكم بقى ظبط ايه الفواني ومقاس الفونيا رقم كام. دي رقم 1 ملي، اصغر عين دي تاخد ملي، اصغر عين تاخد 1 ملي. هو كان معمول غاز طبيعي طبعا، كان معمول على 8/10، نار ضعيفة جدا. لا هي 1 ملي، اصغر عين بتاخد 1 ملي. وارجع اركب كده. ده فريش نظام الغرف، وفي فريش نظام المواسير، بتبقى نفس هي الفواني بس في المحبس ونفس الارقام والمقاسات. دي اللي ورا، دي الوسط، دي اسمها الوسط. الاتنين اللي ورا على الشمال وعلى اليمين قد بعض، دول الوسط. اهي العين ديت مع العلامه اهي. بص بفتح كده، دي الوسط اهي، حلتها اهي. لازم نفتح الغاز عشان لو في حاجه في الماسوره تطلع. يعني دي نضيفه، شبه نضيفه يعني مفيهاش حاجه. هي اكتر حاجه كانت في الصغيره في الكبيره. دي بتاخد ملي و20 من 100، ملي و20 من 100. طبعا انا معايا مقاس البنط جاهز، ان من ساعه ما ركب الغاز وهو واطي وبيشتكوا منه. وهو اصلا نظام الكوبايه عايز النار يعني تكون عاليه، لان هو اصلا نظامه نار ما تبقاش كويسه، مش منتظمه. فاحنا على قد ما نقدر عشان الغاز طبيعي بيشتغل حلو معاهم، لكن الانبوبه كان غلبهم. اديني وسعت الفونيا اهي، يعني لو كان مظبوط كانت الفونيا ركبت معايا على طول، كانت البونطه دخلت على طول في الفونيا، لكن ده بسيطه كده. انا هحل التانية برضه اهي جنب التاني، هما الاتنين قد بعض، يبقى هتاخد نفس المقاس. بس اهم حاجه بنحل الفونيا اهي، دول قد بعض. انا مشاور عليهم اهو، الاتنين دول قد بعض. ادي العين بتاعتها اهي، تعمل علامه سودة عليها وافتح اهي. دي كويسه يعني نضيف. نوسع الفونيا برضه نديها ملي و20 من 100.
اهي ملي و20 من 100. اهي الفون يعدي كده، البونت عدي. وبعدين اللي بيوسع الفون يوسع من جوه لبره، عشان من فوق الفونيا ممكن خرمها يتعوج. لا، احنا اتعودنا على كده، نوسع الفونيا من الداخل، من عند السن كده لحد بره. ادي الكبيرة اهيت. الكبيرة بتاخد اللي هي على الشمال من قدام، تاخد ملي و30 من 100. ملي 30 من 100. دي العين الكبيرة اهي، ملي و30 من 100 كده تمام. نربطها بقى، بس افتح الاول الغاز. وربطت تمام. فاضل العين اللي في النص، اللي هي الوسطانية الكبيرة الكحكة. بنفتح يعني في حاجات بسيطة بس اللي طلعت، بس هو برضه عملنا اللي علينا. دي بتاخد ملي اهي، ملي ونص. دي بتاخد ملي ونص. عدت اهي، البونت عدت في الفونيا. وارجع اركب تاني. شوفوا بقى النار دلوقتي. دي مقاسات ايه؟ البوتاجاز فريش 5 شعل، سواء كوبايه او بمواسير، نفس المقاسات الفواني. نرجع نربطها اهو. نحط العيون بقى عشان نظبط النار. شوفوا النار يعني. لو في اي سؤال ابعتولي على الواتس لو التليفون مش متاح معاكم، وان شاء الله نجاوبكم على كل حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.